الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. والله بصراحة احنا كنا النهاردة في زيارة خاصة كده لمعالي المستشار، ذات القيمة والقامة العالية، وراجل له تجربة في الانتخابات، وشخصية محبة لوطنها. وطبعا كان معانا الأستاذ أحمد بكر، معالي المستشار الجليل، وطبعا رئيس لجنة الوفد في مدينة ميت سلسيل، ومعانا برضو الأستاذ محمود فيروز. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. فاحنا قلنا كده يعني بعد ما خلصنا شغلنا مع معالي المستشار، قلنا كده تبقى قعدة صفا وناخد رأي معالي المستشار في بعض الأمور كده مع الأستاذ أحمد بكر، والاتنين يتناقشوا معانا. ازيك يا أستاذ حامد؟ اهلا وسهلا بيك. ازاي حضرتك؟ كل عام وانتم بخير. والله احنا بنشكر حضرتك على الاستضافه الجميله والواجب الجميل اللي انت عملته لنا النهارده كده. وبصراحه ان احنا قلنا برضو بالمره ان احنا نقعد مع حضرتك. انت كان لك تجربه انتخابيه يا استاذ حامد، عايزك تكلمنا عنها كده، يعني في مجلس الشيوخ ولا النواب؟ اولا انا سعيد جدا بلقائي معك. انا عايزك تعلي صوتك شويه يا استاذ حامد. محل محافظه وتقدمت اكتر من كلها تتوحد وراه، وانا مش فهذا الرجل يمتاز بمميزات. الوهله الاولى ابناء كلامي بتحاورني وانا هقول على مسؤوليتي كل حاجه. تحت امرك يا باشا. هذا الرجل قوي الشخصيه وصاحب بصمه خير حقيقيه، ليست رمز ولا شعار بل هو فعل. واذكروا الفاجر بفجره واذكروا الصالح بصلاحه. فهذا الرجل عمل الكثير. المشروعات العامة فعلها. وفي السياسة كنت عضو مجلس محلي من هذا التاريخ. حتى الآن لم أجد شخص يتفق عليه أبناء مركز ميت سلسيل سوى المهندس أمجد ضياء. من المستشفيات أولئك هم الناجون من هذا البلد ابدا. يوم ما يقول انا نويت، احنا هنقول له احنا معاك بالروح بالدم. المهندس امجد ضياء الغالي صاحب بصمه خير، الكل بيحبه والكل بأجمع عليه. ودي مش رايي، ده راي ناس كتير، يعني راي ناس كتير في البلد. انا اتحدى ان يكون هناك واحد في مركز ميت سلسيل يقدر يقول على امجد ضياء كلمه وحشه. كل اعماله تشهد له. الأعمال بتاعته موجودة على الطبيعة، موجودة. اللي عايز يشوفها يشوفها على الواقع وفي الطبيعة. احنا بنشكره على هذه الأعمال الطيبة، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيجازيه خير. وإن شاء الله بإذن الله كل النجاح في المستقبل، وإحنا كلنا وراه ولن ننساه أبدا، لأنه ما نساش بلده. لما ربنا أكرمه افتكر بلده، وده أعظم شيء عند ربنا. وكل التوفيق والنجاح للمهندس أمجد ضياء. شكرا يا استاذ حامد. في عجاله كده في دقيقه كده يا استاذ احمد برضو كلمه من حضرتك. الحقيقة الأستاذ حامد القدوسي أوجز وأنجز، وكلماته كلمات صادقة وطالعة من القلب. كلنا دلوقتي بنقول إن أمجد ضياء بين الناس، أمجد ضياء مع الكل، أمجد ضياء هو الأمل في التغيير، والآن وقد آن أوان التغيير. شكرا استاذ احمد. بنشكر الاستاذ حامد القدوسي على استقباله الكلمات الجميله دي. بنشكر معالي المستشار احمد بكر على كلماته. بنشكر الاستاذ محمود فيروز، وبنشكر الجميع على الاستقبال يعني على المقابله الجميله وعلى الكلمات. بصراحه قاعده تستاهل كل خير. وبنشكر طبعا معالي المستشار حامد القدوسي. بنشكر اداره المكتب اللي استقبلتنا وعملت معانا الواجب. شكرا لحضراتكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الساده متابعينا في كل مكان.